بيكم في حلقه جديده من البرنامج. الاسبوع ده يا جماعه كان اسبوع مهم جدا. نقول شهر رمضان استهلاكنا بيزيد اكتر من اي شهر. هات لنا لحمه يا ماما، دي بقت ب 220 جنيه، بقت غاليه جدا. 220 جنيه اللحمه؟ لا مش هنجيب رمضان ده يعني احنا بنفهم ديننا غلط شويه. خلاص نجيب حد عارف البلد، نجيب من القديم وماله وشوش قديمه ترشدنا ونستفيد بيها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. عارف لو طلع نقطه هروح اقتله لك. استورد يميش واستورد معرفش بتاع. كأن رمضان شهر اكل وكأن رمضان اليميش. قررت ان انت تفرفش بدل ما تتقشف. انتي على راسك بطه؟ انتي خافي من فيديوهات قديمه؟ انتي كوشي عمو بسومه ليه؟ شهر رمضان ده شهر ايه؟ روحي طبعا، شهر ديني طبعا، تمام، مش شهر اكل تمام. ايوه احنا بنتكلم فيها نور. انا مش فاكر حاجه دلوقتي يا بابا، اسال معتمد. مش فاكر كان في ايه عدس. بالنسبه لي مش عايز افتكر انا دلوقتي. حسسونا ان رمضان ده هو عيد ميلاد السفره. تامر امين يا جماعه. تامر امين كان نفسه يجي يحرق الفيست على الهوا هنا، لكن للاسف هو ربنا يوفقه في برنامجه الجديد ان شاء الله. والله تحس ان السفره بنعمل لها عيد ميلاد. تلاقي ملال السفره عشان رمضان يعني ايه. الناس بقى عايزه تعمل وعزومات ومش عارف مين والحما تعزم عيالها والام تعزم مش عارف. هتقولي اصل بقى رمضان لا 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 لا، ما فيش رمضان ده شهر تقشف. وانا بقول شهر رمضان ده شهر التقشف. طبعا احنا ما فيش بيننا وبين تامر اي ضغائن، يعني مش معنى ان الحلقه اللي فاتت جبته هو بيقول ان الحكومه ما فيهاش ذكر، تامر امين قال ان الحكومه ما فيهاش ذكر. وانا بس في البيت بقول لهم كده حتى عندي يعني تصد والناس تجيب الحاجه على قدها ده هو رمضان خلق فيه او شرعت فيه. نعم. عباده الصوم. نعم. عشان الواحد يزهد في الاكل. طب على ايه؟ ما انا اوفر الزيت. ما هو مين يعزم مين ومين يروح جايب ناس كتير قوي وعاملهم في فندق 7 نجوم عشان مش عارف ياكلهم ايه. أيوة. انت بقى تثبت في دماغك انه تحوله من شهر تقشف لشهر تفرفش، ده موضوع تاني. مع كوبايه تمر وخلاص الحمد لله مش فطرت. إنها المخدرات. مش معنى كده ان انا بسلمه تسليم اهالي يعني، لا بس ناصح برضه تامر. قال على الفيست عشان ما يتعرفش، عشان ما يتجابش. بس على مين؟ نجيب بقى القطايف ونحط في القطايف بتاع اسمه ايه البتاع الصغير ده. طب وانت سبت لي حاجه اعملها يا خبي. ما يفطرش ولا يسحر، ياخد يومين ورا بعضهم بسحور واحد في يومين. كده وانت كده ده انت غبي. وفطار واحد لليومين او 3. ليه اشتري ازازه زيت زياده؟ دي ورقه بوسطه. ليه اشتري علبه تونه زياده؟ منصب معين في مصر هو دايما اللي بيلبس ويشيل الليله. الناس دايما بتيجي على المنصب ده والراجل اللي فيه بيعصروه بيحلبوه. نعصرهم مع شويه سكر قد زي الفل. ايه فاخده الضاني كده اللي داخله الفرن وحواليها مش عارف شويه ايه وبتاع، تخرج كده قبل يا سلام. مش عايز اقول لكم بقى ده الفطار بقى. هنا سأسكت قليلا. روب هايل، تمر هندي هايل، قرقسوس هايل. الناس قالوا لك ايه؟ عمرو بيقول بلاش قمر الدين. انا اسف، هاتوا قمر الدين. انتوا حرين، اعملوا اللي انتوا عايزينه. ابراهيم يا اخويا بقى، انت لسه هتشوح لهم ايه؟ لا الحمالات ولاسوا على الشباب على بقى على طول. وصل لمرحله ان الواحد ما يفطرش ب 10 ترغيفه زي ما بيحصل دلوقتي. صحيح. يعني في ناس ابتدت تعمل العيش عندها في البيت. الناس ما تشتريش العيش ده. تقول لي ايه؟ بلا شباب بلا قرف يا راجل، شباب واحلام وافكار. ده لو كان عندهم يعني احلام وافكار يعني. محدش بيقول لك بلاش رمضان جانا، محدش بيقول لك ما تعملش كنافه، محدش بيقول لك ما تعملش قطايف. لكن الجمل ب 180 جنيه هيعمل لك ايه يعني؟ هيعالجك من القلب. قطايف من غير موز وفندق؟ ايه؟ مجانين. وما تخافش يا استاذ ابراهيم، لو فعلا لسه عندهم احلام، مدام لميس هتدمرهم بطبقه صوت فيها مزيج من الحيتان، ولو عدوا احمد موسى يستلمهم بطبقه صوت بيسمعها بس الحيتان والدلافين. لا لا ليه انها دي لازم نجيب بقى الكحك العيد بقى والبتاع والقرص. عيد من غير قرص؟ ايه في ايه؟ ايه ده؟ ازاي عيد من غير قرص؟
مجانين ولا ايه؟ انت ليه بتصوروا المصريين بان هم ملتعين على الاكل والشرب ومش عايزين نتكلم في موضوع الاكل ده كتير في التلفزيون؟ تاني بقولها ما يصحش. تاني بقولها ما يصحش، والله ما يصح انك انت تبين لنا ان احنا ايه مرعوبين قوي على الايه. لا 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 ما يصحش كده، وكأن الدنيا اخر الدنيا. طبعا في اشياء لما اسعارها تزيد بيبقى عندك مشكله وزياده في الاسعار في الادويه، وهذا امر لا احد يستطيع مواجهته. الحاجه دي غليت، شكرا مش عايزين بس. تسمحوا لي اشخر. الخبز الى اللحم. فكده فده البر عليا.